أهداف الدوري المصري هذا الموسم. ايوه، انا اللي رفعت فيديو على اليوتيوب كنت بتكلم عن اهداف الدوري المصري اللي بتيجي بالصدفه، اللي بتيجي بالحظ، اللي بتيجي تلطيش. انا عارف ان في اهداف فيها حلوه قوي، وفي اهداف ممكن ما تكونش جت تلطيش، بس علياتهم يعني كل الاهداف جت صدفه حرفيا. في ناس بقى في الكومنتات ظهرت، طب لو تعرف تعمل زيهم اعمل، انت ما بتعرفش تلعب كوره، انت مش. وفي ناس كتير غلطت يعني عامه. بس انا عايز اقول لك يا اسطى ان هي مش، انا مش لاعب كوره، انا مش لاعب كوره عشان يبقى مطلوب مني ان انزل اجيب فيهم احنا عامل زيهم. هم لعيبه كوره بتاخد ملايين. بس انا عايز اقول لك ان انا كمشجع اهو، انا شايف ان منتخب المغرب ال 17 سنه، انا مش هقول لك روح لعب فريق اوروبي، لا، منتخب المغرب 17 سنه اللي هم اطفال دول يا باشا، لو قابلوا الفريق الاول بتاعك في منتخب مصر هيلفتوه، هيزعلوه جامد. فانت بتتكلم ازاي انت؟ وبرضه خليك فاهم ان محمد الخامس عامل اكاديميه. الاكاديميه دي هي اللي عملت الثلاث نسخ من المنتخب. منتخب المغرب اللي وصل مربع ذهبي كاس عالم، اللي ما كانش فيه حد في العرب. لو كنت قلت لحد ان في منتخب عربي هيوصل مربع ذهبي في كاس العالم هيقول لك انت ملحد وش. عشان احنا ما عندناش كوره، مش هنكدب على بعض، احنا بص ماشيه معانا بالواسطه. لاعب هيلعب كوره في نادي ملوش لازمه، نادي بيلعب ممتاز به والله، يقول لك 20000 جنيه. ليه لو في الاخر ايه يعني؟ المفروض انت اصلا كلاعب كوره لما بتنجح في اختبار، ان انت دلوقتي بيبقى ملزوم من النادي اللي انت نجحت في الاختبار بتاعه انه يمضيك على عقد ويديك فلوس ويسكنك وكل حاجه تبقى عليه، لكن مفيش كلام من ده. والله العظيم يا جدعان، احنا يعني في شباب كتير قوي في مصر، في ارياف مصر وفي الحواري الشعبيه تستاهل انها تلعب كوره. انا كنت بشوف ناس بتلعب كوره بطريقه غريبه، اللي هو انتوا ازاي يا جدعان؟ ده العيال اطفال، ودين الله كنت شايف واحد، الواد ده فعلا، الواد ده مستقبله هيضيع لو ما كانش حد اهتم بيه. انا ما معيش فيديوهات ليه ولا هعرف اصوره اصلا، عشان انا ما بقتش موجود في البلد اللي هو قاعد فيها. بس الواد ده صغير، الواد ده بين 2010، غريب. الفريق اصلا اللي كان بيلعب فيه، الفريق كله غريب، الفريق كان بيلعب كوره احسن من في فرق في الدوري المصري، فرق كبيره بتلعب بالطريقه دي. فاللي هو يا جدعان، لما تلاقي الواحد مثلا بيقول ايه بلاش واسطه وبينتقد اهداف او بينتقد مباريات في الدوري، انا ما بقللش من الدوري المصري فيه اهلي وفيه زمالك وفيه بيراميدز وفيه فرق قويه. بس انت فعلا في يعني اهداف غريبه وحراس غراب وكل حاجه، كل حاجه ماشيه غريبه.